السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلاً في فيديو جديد لأخبار محبي الكرة المغربية والعربية. قبل كل شيء أود أن أشكركم على مساندتكم للقناة وطلبكم بالضغط على زر اشتراك ولايك، وإعطاؤنا آراءكم المفيدة للقناة. وصلنا خبر مصر حياة لاعبنا حكيم زياش أخيراً رحل من تشيلسي للانضمام مع فريق جديد في تركيا. أعلن نادي جالاطة سراي التركي لكرة القدم السبت ضم نجم المنتخب المغربي حكيم زياش من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وذكر بيان صادر عن النادي التركي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع حكيم زياش وتشيلسي بشأن الانتقال المؤقت المجاني للاعب. وأوضح البيان أن زياش سيتقاضى 3,587,500 يورو لموسم 2023-2024. وأضاف أن اللاعب المغربي سيحصل أيضاً على صافي 2,850,000 يورو في نهاية موسم 2024-2025 بحال شرائه من النادي الإنجليزي. كما يحصل زياش على مبلغ صاف قدره 2,850,000 يورو لموسم 2025-2026 في حال إتمام بند خيار الشراء. زياش 30 عاماً بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي هيرنفين الهولندي، ثم انتقل إلى تفينتي وأيكس وتشيلسي على التوالي، والآن في غلطسراي، ويلعب زياش في الجناح الأيمن وفي الوسط، وشارك في 24 مباراة بالموسم الماضي مع تشيلسي. أبدى الدولي المغربي حكيم زياش رغبته في ترك بصمته رفقة غلطسراي، مؤكداً أن النادي يضم مجموعة من اللاعبين الكبار الذين يسعون لقيادته نحو التتويجات. وقال زياش في أولى تصريحاته الإعلامية بعد انضمامه: لا أطيق الانتظار حتى ألعب مع غلطسراي. النادي يضم في تاريخه مجموعة من اللاعبين العظماء، وأرغب أنا أيضاً في ترك بصمة. واختتم: لقد بدأ للتو موسم رائع وطويل سنستمتع به، وسنبذل مجهوداً كبيراً لنكون متوجين، وأنا مؤمن بذلك. وظهر الدولي المغربي في مقطع فيديو بثه التلفزيون التركي وهو بصدد التوقيع لفريقه الجديد، في وقت أشارت مصادر إعلامية إلى أن غلطة سراي ضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بشكل مجاني. قال الدولي المغربي حكيم زياش إن عازماً على في ترك بصمته رفقة غلطة سراي التركي لكرة القدم. وأكد زياش في أولى تصريحاته الإعلامية أنه سيقدم كل ما لديه لفريقه الجديد من أجل تحقيق الألقاب. وتعاقد نادي غلطسراي التركي مع حكيم زياش بموجب عقد يمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل بند الشراء. ونجح نجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في اجتياز جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها طيلة الأيام القليلة الماضية. ويراهن حكيم زياش على تألقه رفقة غلطة سراي التركي من أجل ضمان مكانته رفقة الأسود في مسابقة كأس إفريقيا. شكراً لمشاهدة هذه الفيديو، ونأمل أن نرى زياش متألقاً مع فريقه الجديد.